بصوا كده على العم وابن اخوه بيشربوا الميه بنفس الطريقه بالظبط. لولا تحليل الدي ان ايه كانت الست الكبيره افتكرت ان الولد ده حفيد ابنها الكبير، بس الحقيقه اللي محدش كان متوقعها ان الولد ده فعلا ابن ابنها الكبير نفسه. الست دي عندها ولدين توأم، بس كل واحد فيهم عبقري بطريقته. الابن التاني ممثل مشهور جدا، والابن الكبير راجل اعمال ناجح ودماغه جباره. اللي كان مكسر قلبها ان الاتنين كبار ولسه ولا واحد فيهم اتجوز ولا جاب لها حفيد. وفي يوم من الايام اثناء مؤتمر صحفي فجاه ولد صغير دخل وجري على الممثل وحضنه وقال له بابا. الابن التاني اتلخبط وقال بسرعه ما ينفعش تقول كده يا حبيبي، هو مش باباك. بس الست الكبيره حست بحاجه جواها كده كأن الولد ده من دمها فعلا. طلبت فورا يعملوا تحليل دي ان ايه، وبعد نص ساعه بالظبط النتيجه طلعت، الولد فعلا من عيلتهم. الممثل ما كانش مصدق، عمره ما كان متخيل ان ليه ابن، وبدا يفتكر ان الولد ممكن يكون من الست اللي كانت جدته زمان مظبطه له يتجوزها. لكن ما حدش كان عارف ان الولد ده في الحقيقه ابن اخوه الكبير مش ابنه هو. اللي حصل زمان ان الست اللي كانت رايحه انترفيو في شركه، رئيس الشركه الابن الكبير افتكر انها الست اللي مامته بعتها له علشان يخلف منها حفيد. ومرت 5 سنين كانهم يوم، والست دي بقت ام ل5 اطفال في يوم وهي رايحه انترفيو تاني. ابنها شاف رئيس الشركه وقال ده بابايا، بس حصل لبس وافتكروا ان الممثل الابن التاني هو الاب مش رئيس الشركه. ومن هنا بدات القصه اللي فوق. بعد ما اتاكدوا من النسب، الابن الكبير قال لاخوه خليك متابع الموقف، ولو العيله دي كويسه هنجيب الام ونعترف بالحقيقه.